السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا ومتابعات، كل يوم حكاية مع بسمة ديبا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. قضية أو جريمة وقعت في إحدى مدن المملكة. القضية ديال اليوم أو المسطرة ديال اليوم تتكلم على واحد العلاقة ديال واحد الشاب اللي الاسم ديالو فتاح مع الأخت ديال الزوجة ديالو. منطولش عليكم وندخلو في تفاصيل هذه الجريمة النكراء التي هزت ساكنة بني سيدي عثمان بالدار البيضاء. فاصل ونلتقي. سنة 1997 وبالضبط حي السدري بمدينة الدار البيضاء. هاد الحي اللي غادي يعيش أبشع الجرائم. الأمن الوطني ديال بن مسيك سيدي عثمان فواحد الأرض خالية بالحي الجديد غادي نلقاو واحد الجثة ديال واحد الشابة، ومن بعد بعض المعاينات اللي قامت بها الشرطة العلمية كأخذ البصمات وصور من زوايا مختلفة للمكان اللي تلقات فيه الجثة إلى آخره. غادي يتم نقل الجثة لمستودع الأموات لامور قصد التشريح الطبي. وحسب التقرير الطبي الطبيب الشرعي تبين أن الضحية تعرضت للقتل عن طريق الخنق، ومن بعد القاتل غادي يذبحها، أي غيذبح الضحية، يقوم بذبح الضحية هذه. فريق ترجع لنفس الحي اللي تلقات فيه الجثة تيسقسيو سكان الحي عن الضحية. سكان الحي اللي كانوا تيقولوا أن هذه البنت هذه برانية على الحي ديالهم، ما تيعرفوهاش، حتى واحد ما سبق ليه أنه شافها. وبما أن عناصر الأمن ما لقاو حتى شي وثائق مع الجثة ولا شهادات اللي تدل على هوية ديال هاد الضحية هذه، فتتبقى البصمات هي الأمل الوحيد اللي من خلالهم قدروا يتعرفوا على الهوية ديال الضحية. عناصر الشرطة غادي يتواصلوا مع الأهل ديال الضحية من بعد ما تعرضوا البصمات على الناظم الآلي وتعرفوا على الهوية ديال الضحية وتعرفوا عليها شكون هي. غادي يتصلوا على الأهل ديالها اللي بدورهم تيأكدوا الأمر، ومن بعد ما تعرفوا عليها في لامور وتعرفوا على بين البنت ديالهم، فريق التحقيق اللي مكلف بهذه القضية هذه سياخذ بعض المعلومات حول الضحية من عند الأهل ديالها. من بعد ما صبروهم وصبروا الأم ديالها والأب ديالهم، لأن هاو الصدمة كان صعيب بزاف. وحتى الزوج ديال الأخت اللي كان معاهم اللي هو فتاح كيف ما قلنا كان صانع الأسنان اللي كان حاضر معاهم، وكان باين عليه واحد الحزن وحزن كبير بزاف عاد بسبب الموت ديال أخت الزوجة ديالو، واللي تيقول أنها كانت واحد الإنسانة ظريفة معقولة، كانت داخلة سوق راسها، كانت حنونة تجاه عائلتها. هاد فتاح هذا كان مخيم عليه واحد الحزن كبير كان باين عليه، وكان يعني مبين واحد الحزن على الضحية. وهذا الحزن هذا دفعه باش يبقى بجنب فريق تحقيق تابع لمصلحة الشرطة القضائية الأمن بن مسيك سيدي عثمان، وبين لهم باللي هو تحت الإشارة، وباللي غادي يبقى معاهم حتى يوصلوا لأي نقطة تيبحثوا فيها حول الضحية، حتى يوصلوا للقاتل أو القتلة اللي قاموا بهذه الجريمة هذه وقتلوا أخت الزوجة ديالو. ورغم الأبحاث والتحريات اللي قاموا بها فريق التحقيق ما قدروا يوصلوا حتى شي نتيجة حول القضية، أو ما قدروش يوصلوا للقاتل، وهذا الشيء بسبب غياب الشهود كما تنقولوا، ما كان حتى شي شاهد. وزيد على أنهم ما وجدوا حتى شي آثار أو ما يدل يعني أو شي خيط اللي يوصلهم تكون شي بيست يدخلوا منها. فريق التحقيق
كان قادر على فك لغز هذه الجريمة هذه اللي أصبحت على عاتق ديالهم. الضغوطات يعني ولا صعيب باش يفكها، زيد عليها الضغوطات اللي كانت مفروضة عليهم من الفوق، لأن كيف ما قلنا الجريمة ولات رأي عام وما بقاوش قادرين يصبروا على هاد الشيء هذا. دونك المجرم يشدوه في اي يعني تلقى القبض عليه في اسرع وقت، مابقاوش قادرين يصبروا. فريق التحقيق ولا عاوتاني امرهم بتكثيف الابحاث حول هذه القضيه. هنا ما لقاوش فريق التحقيق ما لقاوش محسن من زوج الاخت ديال الضحيه فتح باش يعتمدوا عليه ويكون الشريك ديالهم اثناء البحث، واخا ان فتح كان كيعطيهم كل المعلومات على الضحيه وكان متعاون معاهم، فهذا الشيء كان بدون نتيجه تذكر. ومن بعد ايام من التحقيقات والابحاث اللي كانت بدون نتيجه، فالمسؤولين بداو تيشكوا فريق التحقيق واش قادر يفك لغز هذه القضيه هذه ولا لا. وكذا في ذاك الوقت بالضبط فريق التحقيق ولا المسؤولين كلهم اصبح عليهم واحد الضغط، وبالاخص كما قلنا هذه الجريمه هذه ولات كتخص راي عام. وهنا قرر ولي الامن مستعملا السلطه ديالو على جميع المصالح الامنيه اللي تحت القياده الترابيه تابعه بطبيعه الحال تابعه لهم، باش يتكون واحد فريق ديال التحقيق جديد اللي تيتكون من فريق مكافحه العصابات، واللي تم الارسال ديالو باش يقدموا العون للامن ديال المسيك سيدي عثمان. ومساندته في التحريات اول جلسه عمل لهذا الفريقين او الفريقين ديال التحقيق بجوج. العميد اللي تيترأس هذه فرقه مكافحه العصابات تيسجل المسمى فتاح على لائحه العناصر المكلفه بالقضيه على اساس انه رجل شرطه بلباس مدني اي بوليس سيفيل، وتيشتغل معهم على نفس القضيه. لكن من بعد تبين العميد ان عميد فريق مكافحه العصابات ان هذا الفتاح هذا هو غير شخص عادي، وتم اقحامه في هذا التحقيق هذا من طرف عميد محلي اللي مكلف بالقضيه. في هذه الحاله هذه العميد ديال الفرقه ديال مكافحه العصابات غادي يخليه بعيد شويه على التحقيق، غيحاول يزيد شويه على التحقيق وغادي يشوف شغلاته هو. وماشي غير هذا الشيء، بل هذا العميد هذا كلف واحد جوج ديال العناصر ديال الشرطه باش يجمعوا كل التفاصيل حول هذا الشخص هذا فتاح، بلا ما يثيروا الانتباه ديالو، يعني في سريه تامه. وبالفعل في اليوم الثاني هاد جوج العناصر هادو تيوجدوا واحد التقرير مفصل وشامل لكل تحركاته، واللي كانت فيه كل الامور اللي تتخص فتاح. ماشي غير هاد الشيء، بل كانوا بعض المعلومات اللي غادي يبدلوا يعني كليا مجرى التحقيق. ومن ضمن هذه المعلومات هادو اللي توصلوا لهم عناصر فرقه مكافحه العصابات ان فتاح هو زوج ديال اخت الضحيه، وبلي فتاح تزوج وزاد عنده واحد الوليد الاول وفي عمر مازال صغير، يعني فتاح كان مازال صغير في السن وزاد عنده ولد. الحياه الزوجيه ديالو كانت عاديه بحال جميع العائلات، غير ان هاد فتاح هذا كان قليل فين تيخرج مع الزوجه ديالو، على عكس الاخت ديالها اللي كانت يظهر هو وياها بزاف، يعني في جميع المرافق، في داخل المدينه خارج المدينه داخل خارج وياها، المهم بارتو كيخرج معاها في مكان هو وياها، يعني كيظهر على عوض ما يظهر هو الزوجه ديالو يظهر دائما هو الاخت الزوجه ديالو. ما علينا. هنا من خلال هذه المعلومات هذا عميد الفرقه مكافحه العصابات عرف باللي راس الخير ديال هذه القضيه هذه بدا تيبان شويه، وهنا امر واحد جوج ديال العناصر اخرين باش يزيدوا يبحثوا معلومات واسرار اكثر على فتاح، لان المعلومات الاولى مكافيينش. وهذا الشيء علاش العميد غادي يزيد يعزز بعنصرين اخرين باش يزيدوا يوصلوا
يوصلوا زعما كاين شي حوايج اللي بزاف، شي حقائق بزاف حول فتاح. وفي نفس الوقت كانوا جالسين يعني كانوا جلسات استجواب مع هذا الشخص هذا اللي كان دائما هو زعما كاين اللي كيعطي المساعده للشرطه. هنا شنو غادي هنا غيتبدل كل شيء كليا، غادي يوليو كيجلسوا هو كانه كيستجوبوه الهويه ديالو، وسائل العيش، طبيعه الحياه الزوجيه بينه وبين مراته، تفاصيل الضحيه كيفاش كانت كتصرف دارهم، على اساس راه باقي تيساعدهم، ولكن هما كان عندهم نوايا اخرى. كيشوفوا السيد كيفاش كيتكلم على هاد الضحيه هذه اللي كانت اخت الزوجه ديالو. لربما يكون شي انتقادات ما بين الكلام ديالو وما بين المعلومات اللي جمعوها عناصر فرقه مكافحه العصابات. هنا عميد الفرقه ديال مكافحه العصابات تيقارن الاقوال ديالو بالمعلومات اللي يجمعوا يعني عليه عناصر البحث. ووسط الابحاث هذه العناصر لاحظوا شي انتقادات في الاقوال ديال فتاح لما تيخبر على انه اللي تقتلات، على ان اليوم اللي تقتلت فيه الضحيه اللي كان مقرر من طرف الطبيب الشرعي انه ما كانش في مدينه الدار البيضاء، وانه كان مسافر وحده عند العائله ديالو مدينه جديده كيف ما قال هو، وكيف ما يخبر الاهل ديالها ذاك الصباح اللي تخرج فيه البنت حتى هي. واثناء التحقيق يعني تبين غير هذا الشيء، لكن المعلومات اللي كانوا جمعوا عليه عناصر فرقه مكافحه العصابات تيكذبوا الاقوال ديال فتاح. وماشي غير هذا الشيء، فمن خلال الابحاث اللي توصلوا لها عناصر البحث ان فتاح في يوم ارتكاب الجريمه كاين اللي شافوه في الدار البيضاء رفقه شابه اللي كانت نفس المواصفات ديال الضحيه، بليس بعض المعلومات او زد على بعض المعلومات اللي تيقولوا ان هذا السيد هذا انه شاري واحد البقعه ارضيه في نفس الحي، في حي السدري، في نفس الحي اللي تواجدت فيه الضحيه، وباني فيها واحد الدار من زوج ديال الطوابق. وهذا الشيء كامل ما كاين لا في اخبار الزوجه ولا الاهل ديالها ولا الاهل ديالو بانه شاري بقعه وبانه باني دار. السيد شرا بقعه وبنى دار وما خلى ما دار، وحتى حاجه ما كاينه في اخبار الاهل ديالها ولا الاهل ديالو ولا في شي حد، يعني فراسو غير هو. المهم هذا الشيء كامل كما قلنا ما كانش في اخبار الزوجه ديالو. ومن بعد هذه المعطيات الكامله اللي توصلوا للعناصر ديال البحث، فتاح غادي يولي المتهم الاول في هذه القضيه هذه، واللي من بعد ما تم القاء القبض عليه امام المعلومات اللي ذكرنا ما بقى عند فتاح لما واجهوه بها ما بقى عند فتاح فين ينكر شي حاجه، وغادي يعترف بكل تفاصيل الجريمه اللي كما قلنا اللي هزات ساكنه في الدار البيضاء بصفه عامه وساكنه في حي السدري بصفه خاصه. فتاح غادي يقول من بعد ما خرجت من المدرسه، اي من السلك الاول من التعليم الثانوي، فتاح غادي يتعلم واحد المهنه ديال صانع الاسنان، وغادي يفتح واحد الورشه بحي سباته. في العام الاول من الخدمه ديالو غادي يتعرف على الزوجه اللي هي الزوجه الحاليه ديالو، اللي كان المستوى الدراسي ديالها مستوى متوسط، وما كانش عندهم شروط كثيره، يعني كانت عندها شي شروط كثيره حول الزواج وما عندهاش كاع متطلبات، يعني البنت كانت بسيطه على قد حالها. ومن بعد ما دوزو شي اعوام من الزواج، فتاح بدا تيسر ليه الله في الخدمه هذه، بدا تيجني اموال، بدا المشروع ديالو تيكبر، بدا غادي تيوسع في الدخل ديالو. السيد ولا شويه لاباس به من المهنه ديالو، اللي قدر يشري سياره وقدر يشري حتى بقعه ارضيه اللي قلنا بحي السدري، وغادي يقدر انه يبني ديك البقعه ارضيه من زوج ديال الطوابق
وهذا الشيء بلا خبر مراته كيف ما قلنا ولا عائلته. ومن بعد ما تزاد عندهم الولد الاول الحياه الزوجيه عندهم غادي تبدا كتدهور. هنا فتح كيقول باللي كانت مراته تتنعتو باللي هو طايش، وتقول ان هي كانت منغلقه ماشي واحد الانسانه متحرره كيف ما كان هو باغي على حسب الاقوال ديالو. هو في الوقت اللي كان كيعيش مشاكل كبيره بزاف مع الزوجه ديالو، كانت واحد البنت يعني جميله وغايه في الجمال وجذابه، واللي كانت تلبس لباس عصري، كانت في وسط هذه العائله هذه البنت هذه كانت هي اخت ديال الزوجه ديالو. ومن كثرة ما انهم كانوا كيتكلموا بزوج مع بعض وكانوا قراب من بعضياتهم، هذا الشيء هذا خلى فتاح يتعلق بزاف بهاد الاخت ديال الزوجه ديالو، ولا كيطلب منها انها تخرج معاه، ولا كيجيبوا دوره في المدينه يوميا كيخرجوا. ومن بعد ايام على العلاقات هنا غادي يتجاوز بحدود هاد العلاقه بزاف، بحيث غادي يتقربوا بزاف من بعضياتهم وغادي يوليو كيغازلوا بعضياتهم بزاف، حتى غتوصل العلاقه غير شرعيه بيناتهم، علاقه جنسيه، يعني كتنشأت علاقه جنسيه بيناتهم، وماشي مره ماشي جوج ماشي. البنت خدات العذريه ديالها خلاص ولات كتجي عنده على خاطرها وهو كذلك، يعني كأنهم أزواج. هذا الشيء كامل كان في سرية تامة، وخا أنهم كانوا عارفين باللي كيقوموا بواحد الذنب عظيم، سواء على المستوى الأخلاقي أو على المستوى الديني أو على المستوى القانوني. فتاح قال حسب الأقوال ديالو باللي قد ما طولت العلاقة هذه بيناتهم غادي تكشف، لأن البنت كانوا عندها طلبات كبيرة بزاف، وماشي غير هذا الشيء، فهي ولات تتمنعو أنه يكون مع الزوجة ديالو أو يناموا في نفس الغرفة. يعني البنت ولات عندها غيرة كبيرة، ولات كتفرض عليه ما ينامش مع الزوجة ديالو في نفس الغرفة، يعني يفرقوا الغرف، هذا كيبات ينعس في غرفة وهي تنعس في غرفة. المهم فتاح لقى راسو مخنوق قدام واحد العلاقة اللي دخل فيها ومعارفش كيفاش يخرج منها. هنا فتاح ولا خايف من هذه العلاقة المشؤومة واللي فيه غادي توصلهم، ولا خايف إلا زاد تطورات هذه العلاقة هذه غادي تكشف أمرهم وغادي يدخلوا مع العائلة وغادي تصبح مع مراته، وهذا الشيء علاش فكر أنه يوضع حد لهذه العلاقة هذه. وحيت هذه البنت هذه ولات كتهدو بزاف، وصرح وقال كذلك أنه ولا متعلق بها بزاف ومتعلق بها فوق من القياس، وأنه ولا تيفضلها على الزوجة ديالو. لكن رغم هذا الشيء كله هو بغى ينهي هذه العلاقة الغرامية ويرجع الكرامة ديالو ويحافظ على الأسرة، على أساس أن فتاح كانت عنده كرامة. لما فكر أنه يمشي عند أخت الزوجة ديالو كانت عنده كرامة. هذا الشيء علاش فكر أنه ينهي هذه المهزلة هذه بالمرة، والسيد بدا كيخطط مزيان الجريمة ديالو. وجد الدار اللي كاينة في حي السبري باش ينفذ فيها الجريمة. وفي اليوم الثاني في الصباح فتاح مشى عند العائلة ديال مراتو، وفاش كانوا مجموعين خبرهم باللي غادي يسافر لمدينة جديدة، وعلى غفلة من العائلة غادي يطلب واحد الموعد مع الأخت الزوجة خرج معها كيف العادة تجي مع هذيك الدورة. البنت أكيد وافقات، ولما كانوا في السيارة قال لها غادي نمشيو للدار فين غادي نعيشو أنا وأنتي، يعني فين غادي يعيشو جميع. بطبيعة الحال وهمها بعد ما غادي يطلق هو الأخت ديالها اللي هي الزوجة ديالو غادي يتزوج الضحية. البنت هنا فرحات بزاف وكانت باغية غير أنت توصل للدار،
ومن بعد ما وصلوا للدار تحت ينزل من السيارة، غادي يفتح الكراج بسرعة، غادي يخطف السيارة وغادي يقفل الكراج. ومن بعد دخلوا للدار، فتح بدا كيحوس بالضحية في الدار، يعني كيخرج على المرافق ديال الدار. هنا كاين الصالون، هنا كاين المطبخ، هنا هادي هنا هادي، هنا غرفة النوم. البنت تحلات معات غرفة النوم وهي تحل، عجبها الحال، ما قدرت يعني ما قدرتها فرحة، كانت فرحانة واحد الدرجة فوق ما تتصور. ومن بعد طلب منها انها تطلع للطابق يعني الفوق، قال لها باش تخيلي فين غتكون، شوفي الغرف تما باش تخيلي فين تكون غرفة النوم، بغيتيها لتحت تكون لتحت، بغيتيها الفوق تكون الفوق. هنا السيدة كيف ما قلنا ما قدرتها فرحة، وبالفعل كانت تساغي وقتاش توصل لغرفة النوم. وفي الطابق الأول وفي غفلة منها غادي يجيها لما تدخل تشوف تعاين غرفة النوم، هو غادي يجيها من الخلف. البنت حسباتو انه ناوي يحضنها ولا ناوي يدعبها ولا كذا، لكن السيد حكمها بدراعو بجوج، حكمها يعني صحيحة وغادي يخنقها بدون ما تقاوم. السيد حكمها حكمة يعني كما كنقول حكمة وحدة، حتى حس بالثقل ديال الجسم ديالها. ساعتها درك ان البنت بدات كتخاطر في ثقل الحياة ديالها. ومن بعد غادي يلبس واحد البلوزة زرقاء، غادي ياخد واحد سلاح كبير، سلاح ابيض كبير، وغادي يذبحها، يعني غيذبحها من الاذن للاذن. وتيضيف انه كان ناوي يتركها في البيت حتى ترجع عظام، ومن بعد يدفنهم في شي بلاصة، لكن خاف للجثة يعني تفسد وتسبب يعني روائح نتينة، والجيران غادي يفيقوا لها ويجيبوا الكبار. هنا بدل المخطط ديالو، وغادي يبقى جالس في الدار حتى منتصف الليل. لما وصل منتصف الليل غادي يدير الجثة في الصندوق ديال السيارة، وغادي ياخدها لواحد الارض بعيدة على الحي شوية، وغادي يرميها. اما المساعدة اللي كان كيساعد فريق التحقيق كان غير باش يميز ويبعد عليه الشبهة باش ما يحصلش ارتاح هذه الافعال الدنيئة تاعو، يعني فكان تيخون الزوجة ديالو مع الاخت ديالها. وهنا اللي ماشي على فتح كذوب نلوم عليهم بجوج، هي خاينة وهو خاين، هي خاينة خانت الاخت ديالها، هو خاين خان الزوجة ديالها. وبعض الافعال هذه ما اخترقوش غير المصادر القانونية، ما اخترقوا القواعد الدينية والاخلاقية. مثل هذه الجرائم هذو تكون من اخطر الجرائم، واللي تكون العقوبة ديالهم جد قاسية جدا كما قلنا، لا في الدنيا ولا في الاخرة. هنا فتاح غادي يتحكم عليه بأقصى العقوبات، كيف ما قلنا بأقصى العقوبات، وللعقوبة ديالو كانت هي المؤبد. لكن واش هاد العقوبة هذه يعني الضمير ديالو غيبقى مرتاح؟ ما يبقاش مرتاح. هكذا فتاح كما كنقولوا خسر جوج المرات، خسر الزوجة ديالو، خسر الولد ديالو، بل خسر حتى الحرية ديالو، خسر شبابه، يعني خسر حياته بصفة عامة. بنت كانت في واحد سن الزهور كيف ما تنقولوا، خسرت شبابها، خسرت حياتها، خسرت معرضي، خسرت السمعة ديالها وديال والديها. المهم جريمة نكرة بصفة عامة، يعني كتهز الكيان. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه المسطرة، على أمل أن نلتقي في قضية أو في مسطرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.